السابع برصيد 28 نقطة، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة. ملعب السداد يستضيف مباراة هامة في إطار المباراة الترتيبية وفي ظل طبعا صدارة الدوري حتى الآن من قبل نادي برشلونة برصيد 47 نقطة، ولكن لعب نادي برشلونة مباراة طبعا أكثر من ريال مدريد اللي هيلتقي النهارده مع ريال سوسيداد، وبرشلونة لعب 18 مباراة، ريال مدريد لعب 17 لقاء، ريال مدريد 41 نقطة وريال سوسيداد 38 نقطة. ثم اتلتيكو مدريد عمل تعديل عن مباراته الأخيرة في إطار الكاس 10 في جدول الترتيب، ويبتعد عن طبعا المدرب اللي معاهم من 2018 واللي درب ريال سوسيداد وسجل في بلد الوليد، لكن هو جريزمان في الحائط البشري، وكان في ذلك الوقت رحل مانثانو وتولى دييغو سيميوني طبعا اللي لعب مرتين في اتلتيكو مدريد. ادي امامنا الانطلاق السريع المميز امامنا هنا، والمحاولات عن طريق عبد الصمد الزلزولي الذي ظهر بالوان البارسا، وادي امامنا الزلزولي في طبعا 6 مباريات اساسي و4 كبديل على مستوى الليغا الاسبانيه هذا الموسم، سجل اول اهدافه لكن في اطار الكاس بعد ما شارك في 12 لقاء في اطار الدوري سجل اول ماني. الزلزولي مره ثانيه استلام ومباراه جانبيه ما بين اللاعب مولينا وما بين الزلزولي، مواجهه ما بين عبد الصمد الزلزولي رابع كاس العالم مع منتخب المغرب، ظهر اول ايباناز الى عبد الصمد الزلزولي يعكس كوره حلوه في الجانب اليمين على طول لمسه واعاده ادي الزلزولي، خلاص يعني بقى مركزين عليه، مواجهه عدى يا ولد حلو قوي، عمل عرضيه مثاليه لكن التغطيه الدفاعيه من رينالدو. حتى الان تعادل سلبي ضمن لقاءات الجوله 19. لناء الهجمات والتحركات مانو سانشيز في الجانب الزلزولي عايز يعدي وعايز يثبت الراجل، لكن يدخل لجوه يا لعيب، يعملها حلوه قوي العرض، الكره اللي بالعرض تورو مره ثانيه، تحركات بدون يعني بعد 10 سنوات يتواجد خلالها الارتكاز كوكي ومعاه بابلو باريوس طبعا اللي على المرمى حتى هذه اللحظه. باجاتشو وادي امامنا هنا ديبول لعب ال7 مباريات مدريد على مستوى دوري الابطال ووصيف 2014. عبد الصمد الزلزولي في مساحه يا ولد عملها حلوه لابيلا، لكن يطلع بلاك، لكن سرعه تصرف حلوه قوي من المغربي عبد الصمد الزلزولي اللي عمل الكره بشكل رائع الحقيقه في لحظه بناء هجمه من جانب اتلتيكو كان متقدم مولينا. الزلزولي نجم اللقاء ما شاء الله، حتى فقد الزلزولي بص عاملها حلوه قوي عاملها حلو، مفيش تسلل، مغطي التسلل اللاعب اللي كان امامنا اهو روموسو. هنا في مباراه مهمه يبحث عن الفوز في ملعب لا يعرف فيه الا الفوز او الخساره، لا بيعرف يبدو في اصابه. ادي سلامات عبد الصمد، سلامات لعبد الصمد الزلزولي. سانشيز زلزولي 6 مباريات وخسر في 11-10، كان ضيع دخية وكان سجل على فكرة موي جوميز ركلة السادسة في ترجيح طبعا لفريقه السابق فريق فياريال. الزلزولي المزعج عامل جهد الوافر، ودييغو سيميوني لقبين في الزلزولي المغرب، المفاجآت مفاجأة. الزلزولي استلم عبد الصمد دييغو سيميوني ما بيهاجمش بالطرفين، 7 أخطاء مقابل 3 أول، وينهي الهجمة الأخيرة في الشوط الأول اللي بينتهي هنا في ملعب السدار ما بين أوساسونا أتلتيكو مدريد في إطار الجولة 19 الدوري الإسباني موسم 2022-2023. أول حقيقة أكثر اللاعبين يعني محاولة، سدد 3 مرات، يملك 6 أهداف وأيضا يملك 6 أسيست، متألق الحقيقة في ال9 مباريات الأخيرة لأنه نجح أنه يسجل 4 أهداف، يصنع 5 أهداف طبعا في ساعة. اللاعب المميز طبعا في ابنائه ايضا جان لوكا في بيزا وايضا جو مدريد 4 مرات فوز فقط في ملعبه، فاز على ختافي وفالنسيا واشبيليا وبلباو وبيتس في اللقاءات الأوية الجانبية. ادي مولينا مع عبدي 5 مرات عملها في ملعبه، 5 مرات. مميز وشارك في لقاءين مع منتخب بلاد بهدفين مقابل لا شيء. عبد الصمد عايز يعدي الزلزولي يعملها حلوه قوي، لكن التوقع رائع خيمينيز الحقيقه في تغطيه دفاعيه. زلزولي ومولينا عدى حلو قوي الزلزولي.
زلزولي يحاول، زلزولي مع مولينا، مباراة جانبية يعملها حلوة قوي، حلوة، هدف ضائع أمامنا. موي جوميز، يا موي جوميز، حلوة قوي، حلوة كرة وإنقاذ رائع من يان أوبلاك. موي جوميز أمامنا، لاعب فياريال. في الجانب الآخر أدي أمامنا الزلزولي عايز يعدي لكن اتقفلت. مونكيولا تاني كرة لمونكيولا على مستوى لقاءات الشامبيونز ليج. عبد الصمد الزهيرة حلوة قوي وجابها الشمال مانو مع الزلزولي مع استلام رائع. رحلة البحث عن فوز يعني لم يحدث منذ 2000. نجم جريزمان، وادي امامنا انطلاقه، استلام عبد الصمد زلزولي. تعالى لمسة يد على الزلزولي، لمسة 86 مشاركة لصاحب 11 لقب في الدوري اتلتيكو. ادي امامنا استلام، هل يسجل ساول البديل يا ولد على الكوره من ديبول، عملها حلوه قوي وساول ينطلق ويسجل امامنا هنا في الدقيقه 74 في طريق دائما طريق معروف وطريق الى مرمى الفريق طبعا اوساسونا من تمريره من التمريرات الطويله الرائعه عشان يسجل ساول. يدخل كيكي جارسيا 18، يدخل 18 كيكي جارسيا يطلع الزلزولي بعد عمل. الاصدقاء ديالي خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا وتمتعتوا بالطريقه اللي كيلعب بها الزلزولي. الاصدقاء ديالي اهم حاجه عندي تكونوا استمتعتوا. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تبركوا على داك اللايك باش الفيديو هذا يتبارطاجا في نطاق واسع ويوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه تشتركوا في القناه، تفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم.